اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. انتخابات انتخابات انتخابات، لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات في الزمالك او الاهلي. الزمالك عندنا 3 مرشحين على منصب الرئيس. يشرفني ان يكون ضيفي واحدا منهم اليوم هو المهندس رؤوف جاسر، رئيس النادي السابق، نائب رئيس النادي السابق، واحد اهم الاعضاء في تاريخ نادي الزمالك. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك كابتن، نورنا. الله يخليك. توفيق ان شاء الله. شكرا يا كابتن. ايضا معنا واحد من الشخصيات المحترمه جدا، هو لازم اقدمه باسمه الكامل، يحيى مصطفى كمال حلمي، الدكتور المحترم جدا ونجل مصطفى كمال حلمي، هذا السياسي الفذ ووزير التربيه والتعليم السابق واحد القيادات الهامه في عصر مصر المحترمه، ورجل له باع كبير جدا وله ايادي بيضاء على مصر، وايضا ابنه الرجل الفاضل دكتور يحيى مصطفى كمال حلمي. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا. منورنا وبالتوفيق ان شاء الله. شاكرين لنادي الزمالك وليكم جميعا ان شاء الله. اهلا وسهلا. استاذ رؤوف، يعني ارجو ما تزعلش من اسئلتي، انا عايز اوضح للجمعيه العموميه، فبالتالي تستحملني حضرتك والدكتور يحيى شويه. انت يعني واخدين على بعض شويه، يمكن الدكتور يحيى هكون حنين شويه معاه، لكن معاك هكون شديد شويه. لماذا تقدمت لرئاسه الزمالك؟ يمكن ما اعرفش حضرتك متابع برضو ان احنا كنا ضد الانتخابات كمجموعه. انا كنت لسه هكمل يعني حضرتك من اول. طيب انت جبت من الاخر يعني. لماذا تقدمت؟ لاني ارى هناك خطرا على نادي الزمالك، وارى ان نادي الزمالك محتاج ان يبدا بدايه جديده، وأنا برى في نفسي وفي زملائي القدرة على هذه البداية الجديدة. أنا بعتبر نفسي فكر جديد، رغم أن أنا كنت قديم مع مجلس الإدارة، لأني لم أستطع خلال مشاركاتي أن أنا أقدم الفكر اللي أنا عايز أقدمه أو أقدم التنفيذ اللي أنا عايز أنفذه في نادي الزمالك، نتيجة وجودي مع آخرين في مناصب أقل من الرئاسة. ويمكن الفترة الوحيدة، بس كانت فترة صغيرة جدا. ده صحيح. وكان بداية موسم اللي هي فترة لما أوقف الأستاذ مرتضى وأنا كنت نائب، ومسكت رئيس النادي لمدة 2 أو 3. صحيح. وكان وقت صعب، لكن ابتدينا فيه شغل جديد. ابتدينا أكاديمية كرة القدم، وكان الدكتور جمال عبد الله قبل ما يتولاها بعد كده محمود سعد، الدكتور محمود سعد برضو، وعملنا لجنة كرة محترمة اشتغلت في الكرة بشكل جيد، وابتدينا نحط نظام للإدارة التنفيذية، لكن ما تمكناش طبعا من أننا لضيق الوقت. لضيق الوقت والظروف الصعبة جدا اللي كانت مالية ومجلس معين. يعني مشكلة نادي الزمالك انه من سنة 2005 للنهاردة في 9 مجالس معينة ومجلسين منتخبين لم يكمل ايهما دورته بسبب القضايا اللي بتترفع على مجلس مرتضى منصور، مجلس ممدوح عباس. بالظبط بالظبط. طيب ليه اعترضت على الانتخابات؟ ليه ما كنتش موافق الانتخابات تعمل وفجأة كنت اول من تقدم للترشح لرئاسة النادي؟ لا، انا ما كنتش موافق سواء قبل ما اتقدم او بعد ما تقدمت. بس في النهايه تقدمت. لا، تقدمت. حتى بعد ما تقدمت ما كنتش موافق. حتى بعد ما تقدمت. بعد ما تقدمنا. وكان لينا زياره لما جه دعانا، انت فاكر حضرتك لما تولى المهندس خالد عبد العزيز ملف الرياضه، دعا كل المرشحين للرئاسه. فانا رحت ومعايا زملائي، كان معايا يمكن الدكتور يحيى مصطفى وبعض الاعضاء الزملاء، عبد الله جورج وابراهيم عدلي ويحيى داوود، كلهم كانوا معانا. لان انا حبيت اعبر عن راي مجموعه مش راي فرد. وقلنا له احنا ليه مش عايزين الانتخابات؟ مش عايزين الانتخابات لاننا بنرجو لنادي الزمالك بالخصوص الاستقرار. الاستقرار هيكون من خلال مجلس منتخب ما بيبصش وراه على قضايا وطعون وغير كده. وانت عارف عندنا هواة الطعون في نادي الزمالك والرواد الاوائل في هذا الموضوع. فطبعا احنا كان راينا ان تكون، يمكن ده كان موافق حضرتك، انا بشوف حضرتك والدكتور عمرو، ان يجب الاول عمل القانون الرياضه ثم اللوائح ثم الانتخابات. فده كان يضمن استقرار للمجالس. ما يجي مجلس اداره عارف انه قاعد 4 سنين ما عندوش مشاكل، يقدر يبتدي في الاستثمار وغيره وغيره من غير هذه المشاكل. فده كان راينا اللي حاولنا فيه، رغم ان انا بعتقد ان فرصنا في هذه الانتخابات احسن بكتير من لو اعيدت الانتخابات كمان. بس انا بقول لحضرتك بمنتهى الامانه احنا فرصنا الحمد لله قويه جدا. محدش يعرف اللي في قلب الناس ايه، لكن هتحس بيه. واللي يطلع يقول لك انا ضامن الفوز ولا مش عارف ايه، كلها شغل انشائي للغرض. لكن احنا حاسين ان احنا في قبول شديد من الناس، لكن الله اعلم هتكون نتيجه الانتخابات ايه. لكن مع ذلك كان راينا لاخر لحظه هي مساله مبدا تقام الانتخابات. بالظبط. طيب دكتور يحيى، انا عايز حضرتك تعرف نفسك للناس. يعني انت دخلت النادي كمجلس معين، اكتسبت احترام وثقه الاعضاء، ثم ابتعدت، ثم عدت من جديد مع الانتخابات. مش شايف انها مغامره، خاصه انه قدامك 2 رجال قانون يعني
احدهم احمد جلال ابراهيم له باع كبير في النادي عن طريق والده، ايضا الثاني عمر هريدي له قوه برلمانيه باعتباره كان نائب سابق في مجلس الشعب. والله احنا طبعا يعني انا طبعا عندي خبره في اداره النوادي. حضرتك بس تعرف نفسك للناس لانه ده مهم جدا. معلش طبعا احنا نعرف حضرتك كويس وكتير من الناس، لكنه لباقي اعضاء الجمعيه العموميه ده مهم جدا. والله انا كنت العميد السابق لكليه الحاسبات والمعلومات في جامعه حلوان. نعم. قبلها كنت وكيل للكليه برضو، يعني انا قعدت تقريبا 13 سنه في الاداره الجامعيه ما بين وكيل وعميد لكليه الحاسبات والمعلومات في جامعه حلوان. حاليا انا مشرف على قسم في كليه التجاره في جامعة حلوان اسمه بيزنس انفورميشن سيستم. نعم. وكنت عضو مجلس إدارة العديد من الأكاديميات والمعاهد العلمية. نعم. أمين صندوق نادي الزمالك من 2006 ل 2008. نعم. كنت قائم بعمل نائب رئيس النادي من 2007 ل 2008. نعم. بعد ما استقال اللي هو حازم فوزي لأنه جات له وظيفة في خارج البلاد. فأنا عندي طبعا بعتقد أن أنا عندي خبرة عالية في إدارة النادي، وشاركت فيها بشكل جيد. نعم. في هذه الفترة سواء كأمين صندوق أو كقائم بعمل نائب رئيس النادي. وبالتالي فأنا مكتسب هذه الخبرة، فدي هتبقى إضافة لما نيجي نختار في جمعية عمومية. بعتقد الناس هتختار الناس اللي عندها خبرة في الإدارة، سواء إدارة جماعية أو إدارة النادي. يعني ما تزعلش مني، الناس دايما بتقول الانتخابات بتحتاج حركة أكتر، بتحتاج تواجد أكتر. أنت لك كل الاحترام الحقيقة والتقدير، لكنه الناس بتقول ان منافسيك بيتحركوا بشكل اكتر داخل النادي وداخل يعني اروقه الجمعيه العموميه. هل حضرتك بتتحرك ولا بتعتمد على تاريخك، على اسمك، على السي في بتاعك؟ بنتحرك جامد جدا. نعم. يا كابتن، احنا بنتحرك داخل النادي ليل نهار. احنا متواجدين. صحيح الانتخابات بدات متاخر. نعم. زي ما المهندس رؤوف قال. ويمكن حضرتك برضو احنا بدانا متاخر. كل النوادي بدات متاخر. نعم. لان كنا ما بين في انتخابات ولا فيش انتخابات. صحيح. بس احنا كلنا كنا متواجدين قبل ذلك في النادي بصفة دائمة، وتواجدنا بشكل جيد، ومتواجدين داخل الجمعية العمومية وداخل أروقة النادي وخارج النادي مع التكتلات اللي موجودة. لا متواجدين. هي طبعا الآخرين بيدعوا ذلك، إنما لا احنا متواجدين ده مش دائما خالص. لا متواجدين دائما. دائما بنتواجد ونروح. لما بتروح للناس، يعني الناس بيقولوا انه الاستاذ احمد جلال ابراهيم عشان والده وهو كان في الدوره اللي فاتت وعضو في اللي قبلها فله ارضيه قويه داخل النادي. هل شايف انه لدرجه ما تزعلش برضو انه البعض بيقول انه ده قصه نائب الرئيس محسومه الا اما لاحمد جلال او لعمر هريدي، ودايما بنشوف الصراع والتنافس في الفضائيات والصحف ما بين الثنائي. هل حضرتك بتمشي كده بالراحه ومهل وعارف خطوتك رايحه فين؟ والله احنا يعني ده مؤكد طبعا. احنا بنتحرك طبقا لجدول زمني معين وبشكل معين. وانا بعتقد عاوز اقول حاجه اختيار النائب غير اختيار العضو. نعم. النائب ده وظيفه مهمه جدا في النادي. رئيس المكتب التنفيذي اللي بيدير النادي، المطبخ بتاع النادي ده موضوع مهم جدا. نعم. واعتقد ان اعضاء نادي الزمالك عارفين القصه دي. مش موضوع ان احنا بنروح نقابل الناس وناخدهم بالحضن والبوس والكلام من ده. لا، مش موضوع ان ده توريث مثلا كان والده كذا فده هيجي كذا. لا برضه ما كانش له علاقه بالنادي. مش كده يعني. راجل دوله. لا انا بتكلم على الاستاذ احمد جلال. يعني مش موضوع ان والده كذا ده. لا مش كده. لا، انا بتكلم جلال نفسه لم يوفق في الانتخابات قبل كده يعني. فيعني مش باللازم يعني، مش بالضروره. مش بالضروره. حتى الانتخابات اللي فاتت الناس كلها كانت بتقول الكابتن اسماعيل سليم والكابتن عزمي مجاد والاستاذ ممدوح حسيني مكتسحين، وفوجئنا الثلاثه لم يوفقوا مثلا يعني زي ما قال المهندس رؤوف قال كلمه حلوه، قال اللي في القلب ما حدش يعرفه يعني. طبعا. نعم. لا انا بعتقد ان المره دي الجمعيه العموميه هتحسن الاختيار، ونحن يعني موجودين في الانتخابات. نعم. وصحيح المنافسين قد يكون ليهم يعني أرضية في النادي، بس احنا برضو متواجدين ولينا. نعم. أرضية، وعملنا خدمات كتيرة لفرق كتيرة في النادي، والجمعية العمومية حاسة بكده وقت ما كنا موجودين، واعتقد ان ده هيكون له تأثير كتير في الانتخابات القادمة ان شاء الله. باشمهندس رؤوف، البعض بيلوم عليك ان قائمتك مش كاملة، مش جاهزة، اضطريت تضيف بعض الأسماء من قوائم أخرى وكأن الانتخابات جت عليك فجأة. عايزك تقدم لي قائمتك بعد إذن حضرتك، وبالمرة عايز أعرف برنامجك الانتخابي، لأنه كل أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك النهاردة قاعدة مستنية تشاهد رجل مرشح لرئاسة واحد من أكبر الأندية العربية والأفريقية ومن أكبر الأندية في مصر، بالتالي عايزة تطمن على ناديها في حالة نجاح رؤوف جاسر رئيسا لهذا النادي. تمام. احنا حضرتك بداية طبعا الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمي، عايز أخالفه في نقطة قبل ما أكمل على الباقي. بدأتوا؟
انه لازم نختلف برضه. هو بيقول الراجل فاضل طبعا، وبيتكلم في انه هو بيتحرك، هو متواجد، بس هو متواجد لمده من شهر ولا حاجه. انما هو طبعا متواجد في النادي على طول، يعني متواجد انتخابيا من شهر، لكن انتخابيا طبعا هو لو دخلنا في القصه دي مش هيقدر ينافس ناس بتشتغل انتخابات 4 سنوات. ده صحيح. فلازم فهو احنا فيما يتعلق بمنصب النائب يعني هو وقت الانتخابات بيشتغل انتخابات، تمام. نعم. زي اي واحد فينا بالظبط. لكن احنا بنعول على وعي الجمعيه العموميه وتقديرها لحساسيه هذا المنصب، لان منصب النائب زي ما حضرتك عارف ده رئيس نادي تاني. ده بيدير مكتب تنفيذي وعليه مهام كبيره جدا. اذا ما كانش عنده خبرات في الاداره زي اللي عند الدكتور يحيى فمشكله. انت كنت مصمم على الدكتور يحيى؟ انا مصمم طبعا. الدكتور يحيى تقديرا لخبرته طبعا واخلاقياته وانه راجل واضح ومحدد. واخلاقنا توافق بعض، وراينا وحبنا للنادي، والباقيين ما بننكرش حب النادي على الباقيين. اكيد. كل لما نيجي بقى حضرتك، احنا كان معانا عمرو ادهم نازل معانا على امانه الصندوق، وكنا لاخر لحظه بنفكر طب ما ننزل عمرو عضو علشان طارق جبريل وتقديرنا ليه. ليه؟ لان طارق شخصيه محترمه قوي جدا قوي، وراجل قديم في النادي وانا وصديق يعني. انا اعتز الناس كلها وبعدين اداؤه في المجلس اللي عرفناه عن طريق هاني شكري وعمرو ادهم ممتاز. فاحنا لاخر لحظه بنقول احنا ننزل عمرو ونسيب المكان ده، لان في النهايه المساله مش ان انا نازل بقايمه، ان مين اللي هتتعاون معاه. صحيح. طارق عنده نوع من الولاء او الانتماء للدكتور كمال درويش، دي حاجه محترمه ونقدرها، واخد بال حضرتك. لكن انت تفضل احنا عايزينه ينجح، عايزينه ينجح لو ربنا وفقنا. حتى عمرو للاسف كمان، عمرو ادهم للاسف شخصيه رائعه ومحتاجه نادي الزمالك. للاسف البنك رفض حاجه اسمها الميديا كومبلايس نتيجه المشاغبات واللي معموده في نادي الزمالك المعروفه يعني. معانا بعد كده طبعا الدكتور عبد الله جورج سعد، غني عن التعريف، هقول عليه ايه. عبد الله جورج سعد زملكاوي زملكاوي. وانجازاته داخل النادي واشتراكه في حاجات كتيره. معانا ابراهيم عدلي مجاهد، راجل صعيدي محترم، عضو النادي من فتره طويله، ما مارسش العاب رياضيه لكن محاسب مراقب نادي في احدى كبريات شركات الاغذيه، غيور على نادي الزمالك وبيحبه ومتواجد في النادي على طول. فده هيبقى عنده انعكاس لاحتياجات الاعضاء بشكل فوري، واخد بال حضرتك. التاني بعد كده عندنا رحاب ابو رجيله. رحاب ابو رجيله طبعا معروف ابن مين. على فكره ابراهيم عدلي برضو من الام جده ابو رجيله الكبير كمان، لطيف ابو رجيله. والله حتى هو اللي استلم الجائزه بتاعته في المئويه. رحاب ابو رجيله طبعا ابن ابو رجيله الصغير نسبيا يعني، طبعا هو كبير برضه لكن كابتن محمود ابو رجيله، ومحاسب محترم وراجل عنده شركه مقاولات وعنده شركه مقاولات وراجل عنده فكر محترم وافكار كتيره جدا. معانا يحيى دعبس، العميد يحيى دعبس، هو كان شرطي سابق قبل ما يطلع معاش بدري، وهو لاعب هوكي في نادي الزمالك ولاعب دولي، وكان عضو مجلس إدارة اتحاد ودرب هوكي، فعنده خلفية رياضية، واحد أبناء 100 عقبة من العائلة دعبس المشهورة في 100 عقبة. احنا بندعم بقى هاني شكري. يعني هو انا هقول حته النقص ليه بندعم هاني شكري. هاني شكري هاني شكري مستقل. شوف انا قلت مستقل. طارق مع الدكتور كمال. لكن هاني مستقل. هاني مستقل ومصر على بيتدلع علينا شويه، لكن زي بعضه خلاص. احنا في النهايه بنسعى لمين اللي هنشتغل معاه لو ربنا وفقنا. فاحنا بنعلن في البانلز بتاعتنا هاني شكري رغم ان هو مستقل. عندنا تحت السن معانا شريف منير حسن. وبندعم واحد تاني مستقل، احمد عصام فهمي. الثالث سايبينه فوق. شريف منير انا شفت اسمه مع الدكتور كمال درويش. الدكتور كمال حطه لكن هو معانا. ده بقى معانا. زي ما انا بقول يعني الحق كده فيما يتعلق بطارق ما جميل وضوح. تمام. وضوح واضح. واخد بالك النقص بتاع القايمه. كل القوائم فاضل واحد. كل القوائم واحد تحت السن. لكن حتى احنا مكملين بناس مستقلين وده بيعاب علينا. لكن كل القوائم ناقصه. حضرتك كل القوائم ناقصه. احنا تعبنا عشان نعمل القايمه، وبقول لحضرتك لان في حاجتين. اولا الشك في ان الانتخابات تتعمل ولا لا، ده صحيح. نمره 2 الاجواء المحيطه بانتخابات نادي الزمالك. احنا في نجوم مجتمع ونجوم كره قدم بعد ما بيوافقوا حد معين يكلمهم في التليفون يترددوا ويتراجعوا عن الانتخابات. واخد بال حضرتك؟ ما حدش يخاف. انت داخل النادي الزمالك يعني خلاص خش، ما عندكش ازمه. هتخاف من مين؟ بتخاف لان ففي جو محيط بانتخابات نادي الزمالك لا يليق باسم نادي الزمالك في الحقيقه. يعني حضرتك انا النهارده اتبعتت حاجات اتوزعت في النادي، انا اضطريت اعمل رد فعل وابعت للرئيس الوزير، لان انا قلت له من الاول انا على فكره
يعني حاجات عمر ايه، ما منشورات حصل. ولا ايه؟ منشورات بتتهمني ان انا دلدول ممدوح عباس وحاجه يعني ما تقولهاش يعني احسن، يعني الحاجات دي ما حدش قراها وبيقراها عدد كبير، فمن الافضل لا نلتفت يعني إليها عيب. انا اختلفت مع ممدوح عباس رغم ان انا اذكر له، انا موضوعي في علاقاتي مع الناس اذكر له ما له ولا عليه ما عليه، واخد بال حضرتك، ويبقى احترامي. الدكتور كمال درويش عمر ما حصل بيني وبينه مشكله الا في الندوه الاخيره، رغم ان انا استقلت من مجلسه وهو زعل في الندوه واقتحم الندوه بشكل ما لا يليق بسبب ان انا بحكي على الاستقاله وبحكي عليها انها حقق فيها في نيابه الاموال العامله لشكوى قدمها مرتضى منصور وكان محق. يعني انا بقول الحق، مرتضى منصور قدم شكوى كان في مخالفات ماليه واداريه جسيمه حقق فيها في نيابه الاموال العامله. استقالتي كان فيها الاسباب دي. انا كنت بدافع عن نفسي، هو زعل ودخل الاقتاع. قلت له يا دكتور انت رد في ندوتك، انا ما عبتش حد ولا اتهمتك، واخد بال حضرتك، وان شاء الله تكون برضو نرفزه ملعب زي ما بيقولوا وتنتهي يعني. نعم. طيب دكتور يحيى، توقعاتك للإقبال؟ يعني البعض بيقول الانتخابات اللي فاتت وصلت ل 23,000 وده كان أكبر رقم في نادي رياضي، يعني سيبك من الشمس ده حاجة تانية، ده نادي عدد أعضائه بسم الله ما شاء الله دخل في 150-160,000، لكنه الزمالك كان عمل رقم كبير. يعني هل اللي حضر النهارده 1100 باين او عدى ال1000؟ هل شايف ان ده مؤشر لقلة الحضور غدا، خاصة انه في بعض النوع من انواع القلق، في البعض بيهدد بالمظاهرات والبعض بيهدد بالمشاكل، والبعض جامعة القاهرة امبارح كان فيها قلق، النهارده كان عندنا كام شارع في قلق. شايف انه الحضور غدا مش هيكون بالكثافة اللي الناس متوقعاها؟ هو طبعا احنا متوقعين كلنا ال 23 او ال 24 او 25، انا مش متذكر الرقم، كان رقم ضخم جدا المره اللي فاتت. الحقيقه مش هيتكرر، ده مؤكد. واحنا لينا بعض الدلائل ان نادي الصيد جنبينا 12,000 ونادي هليوبوليس كان حوالي 14,800. بس البعض بيقول ان نادي الصيد ده نادي مستقر وعنده فائض في الميزانيه فما عندوش ازمه، لكن يا نادي يا زمالك عندك مشاكل كثيره جدا، تعال بقى عشان الدنيا تخلص. ده مؤكد. احنا عاملين طبعا تكثيف جامد جدا وبنطالب الناس بالحضور، بس يعني اجابه السؤال بتاع حضرتك انا بتوقع انه هيكون في عدد اقل من المره اللي فاتت. كل الناس تتوقع كده في الاهلي والزمالك على فكره. هيبقى عدد اقل من المره اللي فاتت، لانه بدون شك ان هو يعني الظروف القادمه يعني ممكن تمنع شويه، بالذات يوم الجمعه. يوم الجمعه يمكن بيبقى في بعض الاحداث اللي بتحصل في شارع الهرم، شارع فيصل. احنا عندنا عدد كبير من اعضاء نادي الزمالك موجودين في اماكن هناك. احمد عرابي، دي مناطق فيها تجمعات لاعضاء نادي الزمالك بكثره، فبالتالي ده بدون شك ممكن يؤثر شويه في الحضور. انما نتمنى طبعا ان اعضاء نادي الزمالك والجمعيه العموميه يحضروا، لان احنا محتاجين دعمهم ومحتاجين حضورهم ان شاء الله. طيب هتعمل ايه للاعضاء؟ وده انا كان سؤال للمهندس رؤوف هرجع اساله له تاني، لكنه بالتاكيد زمان كانت انتخابات الزمالك مرتبطه قوي بفرقه الكوره. ايوه. اشعر الان انه الاعضاء قال لك بقى الكوره هي وحالها بقى، ربنا معاها تجيب بطوله ما تكسبش بطوله. احنا عايزين نحس مبنى اجتماعي مهدود، عمل متوقف في المبنى الجديد، شيخ زايد مبنى اكتوبر ما حدش عمل فيه حاجه حتى الان، الخدمات الناس مش شعره ان فيها تغيير، حمام السباحه عايزين نحس انه في تغيير شويه. هتعملوا ايه للاعضاء؟ المطاعم شكلها ايه؟ الام هتجيب ابنها ولا بنتها وهي مطمنه عليها ولا لا؟ هتعملوا ايه للاعضاء؟ ده مهم قوي. والله يا فندم احنا يمكن الجولات الانتخابيه بتاعتنا قعدنا مع مختلف النواحي، من اول الجيمنيزيوم والاعضاء حمام السباحه والجودو والكاراتيه والسله والتنس، يعني احنا قعدنا، والحدائق والحاجات الاجتماعيه والاطفال، يعني كل دول احنا يعني القايمه بتاعتنا لفت في كل الاماكن دي. بس ندوتكم للاسف ما اكتملتش، قعدتوا ما كملتوش نص ساعه. لا كملنا ساعتين تقريبا ساعه ونص. باشمهندس الندوه بتاعتك ساعه ونص. ساعه ونص. قلتوا كل اللي انتوا عايزينه في الندوه. هرجع لحضرتك فيها. اتفضل. احنا قعدنا تقريبا ساعه ونص. يعني هو حصل صحيح المداخله دي، بس يعني قعدنا حصل مداخلات. اتفضل. فهو الحقيقه زي ما بنقول انه احنا تركيزنا كله في الانتخابات القادمه على عضو نادي الزمالك. اعتبرني عضو في نادي الزمالك. أيوه. وانا بكلم راجل اصبح نائبا للرئيس، يعني الانتخابات اتعملت
بكره بنعلن الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمي بقى نائبا لرئيس نادي الزمالك. قول لي هتعمل لي ايه كعضو في نادي اول الزمالك؟ قرار هنعمله فصل ميزانيه الكوره عن ميزانيه النادي، لان الموضوع ده الفلوس بتدخل ده حلو قوي، ده جميل. الفلوس يا كابتن بتدخل بتتسحب كوره على طول على الكوره. فاحنا هنعمل لها ميزانيه مخصوصه ماشي. وهنفصلها. الباقي ده كله لاعضاء النادي وللالعاب الشهيده. حلو. كله. وده اول حاجه، احنا يمكن اوائل الناس اللي قلنا كده، ده من زمان ايام يمكن ما كنا في المجلس القديم. كويس. كنا بنطالب بفصل الميزانيه لان انا كنت حاسس بيها. تمام. كل ما حلو. يجي قرشين تتسحب فورا يبقى الكوره لوحدها. الكوره لوحدها ماشي. وليها ادارتها وليها حاجاتها لوحدها. تمام. اداره محترفه محترمه. بالظبط. نعم. اللي بعد كده لازم الاداره الاجتماعيه، الحدائق، الكراسي، الحمام السباحه، الجودو، الكاراتيه، نعمل جيم تاني. الجيم عالي كويس. جدا في نادي الزمالك، بس احنا عايزين نعمل جيم تاني. وماله، خاصه الجيم ده كان تبرع من هاني العتال. طبعا. فمفيش ما يمنع ان النادي نفسه. نفسه هاني العتال وفي جيم اخر موجود. يعني هو في حاجه للسيدات، للايروبكس، ده مهم جدا. هو موجود على فكره. بس احنا عايزين، العدد زاد قوي في النادي. ده صحيح. عدد كويس. الاعضاء زاد جدا. حلو. والاماكن عايزين نتوسع فيها ونعمل حاجات افضل. تمام. فبدون شك هي اول حاجه هتساعدنا ان احنا نفصل الكوره دي عن ميزانيه النادي. فصل الكوره ده جميل في فصل. ساعتها هنقدر نتحرك بميزانيه محدده، بتايم تيبل، جدول زمني محدد للانشطه الاجتماعيه في النادي. تطوير الحدائق، تطوير المنتزهات، تطوير الحمام السباحه، تطوير غرف حل الملابس، الجيم، المطاعم. طبعا ده نمره واحد في نادي الزمالك. حرام بصراحه، انا عضو النادي مش لاقي. حضرتك مطعم نادي الزمالك كان بيروحوا المشير عبد الحكيم عامر الله يرحمه زمان يدعو ضيوفه ان هم يروحوا يتعشوا في نادي الزمالك. كان مطعم 5 نجوم 7 نجوم. النهارده للاسف الموضوع مفيش مشير ومفيش حسن بيه عامر كمان. الله يرحمه. المطعم مشير استقال خلاص. حاله يبكي الحقيقه. منظر صعب جدا جدا. طب كويس. فطبعا بدون شك ان احنا دي خدمات للنادي. تمام. لازم نعملها والاعضاء يحسوا بيها. ندوتك ليه ما اكتملتش؟ يعني الملاحظ للناس الحضور كان ضعيف، والندوه بعد نص ساعه حسب ما علمت. يعني انت حضرتك بتقولي كانت اكتر، انت بتقول ساعه ونص. هل قدرت تشرح فيها برنامجك الانتخابي؟ هل قدرت توضح خطتك؟ وانا مصمم ان انا اسمع برنامجك الانتخابي. الحقيقه ما في، يمكن هاني شكري الحقيقه قال لي برنامج انتخابي عجبني جدا، كان واضح ومحدد وبيتكلم في نقاط محدده جدا، وكويس ان انت بتدعمه، او يعتبر احد، او جميل انه يبقى في واحد القوائم كلها بتتنافس عليه. عايز اعرف برنامجك الانتخابي، هل لم تكن لديك القوه لاكمال ندوتك حتى النهايه؟ لا، احنا بالنسبه للندوه احنا عندنا اعتراض مع كل التقدير للدكتور كمال درويش. انا مش عايز اختلف مع حد، وانا مش عايزك الحقيقه تهاجم حد. انا عايزك تتكلم، توجه رسالتك للجمال. انا لو راجل عايز اقلبها ولعه سهل جدا، لكن عايزين نوصل رساله محترمه للجمال. ما هو عشان ما يزعلش بس من اللي انا هقوله، احنا عندنا اعتراض على ان يدير هو الانتخابات من الاول. وانا وضحت ده للدكتور للمهندس خالد. على فكره الوزير قال لي هذا الكلام. ما هو قال لك هذا الكلام، قال لي هذا الكلام، وقال لي على فكره دي وجهه نظر منطقيه جدا. الوزير مقتنع فيكو والحقيقه كان البعض اتكلم على اللجنه الثلاثيه اللي بتدير النادي. قالوا ان كنت النهارده قابلتهم الحقيقه داخل النادي، وروني الورق، قالوا لي ده احنا بنشتغل اهو وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. كان قابلت العميد محمد بدر والاستاذ امثل، وكان زعلان جدا ان هو بيقول ان انا قلت عليه انه لا محامي ولا مستشار. قلت له انت مش مستشار، بس قال ان هو محامي. فبقول له اذا كان كده فانت، انا مدين باعتذار ليك ان انت طالما محامي يبقى لازم نقول كده، ولو ان كنت انا مش متذكر الكلام، لكنه انا بحب ادي الناس حقها. اتفضل يا هو المهندس خالد مقتنع ان الانتخابات كان يجب الا تقام واقيمت الانتخابات. مقتنع ان الدكتور كمال درويش مش المفروض يدير انتخابات، وهو اللي سايب يدير انتخابات. فده انا يعني المهندس خالد صديق عزيز واعتز بيه جدا، واتمنى له النجاح، وشخص محترم وبتمنى له النجاح. بس انا بلومه او اعاتبه في النقط دي. ده حقك الطبيعي. واخد بال حضرتك؟ يبقى ان احنا ما ينفعش ان مجلس معين يترشح تقريبا كله او معظمه ويدخل الانتخابات. بس انت معاك حد من المجلس المعين، انت معاك هاني شكري او بتدعم هاني شكري. انا بدعم هاني شكري، بس انا حتى بقول ان هاني شكري كان يجب ان يستقيل هو وزمايله، لكن انا اللي املك قراره. واخد بال حضرتك؟ فدي وضع مش مظبوط. احنا جت الندوه الخميس اللي قبله كان الاستاذ مرتضى منصور والدكتور كمال درويش. احنا مشينا من النادي. ده صحيح خالص. ده صحيح. واتشتمنا. عشان مشيتوا؟ لا، اتشتمنا عشان مش لازم نتشتم. ده العادي. والدكتور كمال انضم لندوه الاستاذ مرتضى وسمع شتمتنا وهو قاعد. مفيش اصل في هناك فرق بين الانتقاد. بص يا كابتن احمد، اللي نازل منافسه واحد ضد واحد
من حقه ان ينتقده، ده طبيعي، من حقه انه يقول تاريخه، نعم. من حقه يقول اللي هو عايزه في حدود اللي احنا فيه، لكن طبعا. ما نجرحش بعض، ما نشتمش بعض، ما نسخرش من بعض. لا احنا جرحنا وسخر منا والكلام ده كله واحنا بره النادي. لما جينا في ندوتنا واخد بال حضرتك اتقال لنا لا اصل في حفله هتعمل وبتاع، وابتدى التوتر انا كنت مستني والحفله مستني كمان بس ما جاتش يعني، مستنيها. فالمهم حضرتك التوتر قلنا لا احنا هنقيم حفلتنا لان مجلس الاداره واخد قرار، وهذا ما قاله لي الدكتور كمال درويش انها تقام يوم الجمعه، فاحنا هنقيم ندوتنا واصرينا واقمنا ندوه. فوجئنا رغم ان دي ندوه رئاسه ومفروض الجمعه مخصص للرئاسه بترتيب لندوه اخرى في مواجهتنا على بعد للاستاذ احمد مرتضى منصور اللي نازل على قائمه والده. واخد بال حضرتك؟ موقف غريب جدا. ابتدينا الندوه وابتدوا التشويش، فانا في الحقيقه زعقت، قلت وكشفت الموقف يعني، مش زعقت، اتنرفزت يعني. قلت اديكوا شايفين احنا اعترضنا ليه على اداره المجلس ده للندوه، واديكوا شايفين احنا مش عارفين، احنا سيبنا النادي وسيبناه للناس، فسكتوا. ابتدينا الندوه وبعدين جت حكايه اللي حكيتها لحضرتك عن الدكتور كمال ودخل. انا مش عايز اطول قوي في المجال، انا عايزك تتكلم في البرنامج الانتخابي اللي يخص اعضاء النادي، ده مهم يعني. عايز اقول لكن ندوتك اكتملت الى حد ما. طيب قول لي بقى هتعمل ايه لاعضاء نادي الزمالك؟ وسط تشويش طبعا وتجريح من الناحيه الثانيه، وانت ما ردتش كويس، يحسب ليك. قول لي بقى هتعمل ايه لاعضاء نادي الزمالك؟ هنعمل ايه لاعضاء نادي الزمالك؟ احنا بدايه متفقين زي ما قال الدكتور يحيى على حاجات معينه، ده برنامج القايمه كويس. بعد كده نادي الزمالك احنا عندنا مشاكل ماديه طبعا. قبل ما نقول مشاكل ماديه، الاداره التنفيذيه، اعاده هيكله الاداره التنفيذيه والاداره الماليه اصبحت واجبه حتميه. حتمي. تمام. اول حاجه اعاده الاداره التنفيذيه واعاده هيكلتها من خلال الاعلان عن مدير تنفيذي جديد يقوم بواجبه بقوه. مدير للنادي. مش خايف ان ده يخسرك؟ اللي هو علاء ميلد صديقي العزيز وله كل الاحترام وله قدرات هايله في مجالات اخرى. اللي هو علاء ميلد بيعمل متطوع دلوقتي. نعم، وهيعمل، وانا مصر على انه يفضل معانا في النادي بس في موقع تاني خالص. علاقات حكوميه رائعه، علاقات بالشرطه رائعه. بيمشي حاجات كتيره للنادي. لك ان تعلم انه احدى ازمات الارض هو اللي حلها، اللي هو علاء ميلد، واذكر له ذلك. لكن كل واحد له امكانيات. انا شاطر في حاجه ومش شاطر في حاجه. واخد بال حضرتك؟ فاحنا عايزين ده، فده جزء حضرتك 50 ل 70% من نجاح اي مجلس اداره بالاداره التنفيذيه والاداره الماليه. تمام. والاداره التنفيذيه. تمام. الراجل اللي هو بيراقب بقى يعني الحمامات اللي مش عارف ايه، في نظافه قبل الصيانه، وفي صيانه، في مش عارف ايه. جميل. انا عايزك تكلمني في النقط دي، عايز تكلمني في النظافه، في الصيانه، في حمام السباحه. بمجرد ان احنا نجيب مدير تنفيذي جيد ومحترم ونبتدي نعيد الهيكله معاه، مش معناه ان احنا نمشي الناس، ممكن يعاد توظيفهم. مظبوط. واخد بالك؟ وتبقى في اداره صيانه والنظافه مش عارف ايه والكلام ده كله. هتلاقي النادي اتقلب. انا متاكد وانا عارف الكلام ده وواعيه كويس. وده احد كبار الخلافات اللي بيني وبين الاستاذ ممدوح عباس اللي اعترف بيها اخيرا. واخد بال حضرتك؟ فاذا دي حاجه مهمه جدا. بعد كده حضرتك بقى احنا مشكله النادي ماليه. عندك شقين، الشق المالي لأن انت عايز نادي الزمالك، حتى اداره كره القدم وهي واجهه نادي الزمالك واهم حاجه فيه، لكن لا تختلف اذا كنت انت اداره جيده انك تدير كره القدم بشكل جيد وتدير النادي الاجتماعي بشكل جيد. النادي الاجتماعي ونظافته والناس الاعضاء بيمارسوا مهمهم فيه، وعندك زي ما قال الدكتور يحيى مطعم محترم، وعندك يعني ادوات محترمه للناس، ده واجهه لنادي الزمالك. انا في رايي ان ده بيؤثر في معنويات لعيب كره القدم وانتمائه لنادي الزمالك وعلى المدى الطويل. ده مش كلام اونطه. انا واثق. مهم حضرتك الاداره بقيت انت عندك مشكله ماليه جامده جدا. احنا متعهدين وملتزمين بكل ديون النادي، حتى لمدربينه اللي موجودين واللي مشوا. تمام. مش هنيجي نقول اللي حتى اللي مشوا، حتى اللي مشوا. نادي الزمالك مش هينصب على اولاده خالص. فاحنا ملتزمين. عندنا حلين، حل على المدى الطويل وحل على المدى القصير. الحل اللي على المدى الطويل متمثل في مشروعات وهنعملها فورا، ما عندناش مشاكل ان احنا نعملها. كل الناس اتكلمت عليها بس محدش عمل حاجه. واخد بال حضرتك؟ اهمها جراشات تحت ارض النادي من غير المساس بسنتيمتر واحد من اللي بيستفيد منه الاعضاء، تحت الارض، بتخدم المنطقه اللي حواليك وتعمل دخل مادي على المدى الطويل. من الممكن برضو ان نبدا، ما اعرفش نلحق ولا لا في الفتره القصيره بتاعتنا، لكن ممكن نخطط للي بعدنا، يبتدي المشروع العملاق اللي ناحيه سفنكس بعد برضو مع جراشات. بس يا باشمهندس بعد اذن حضرتك، ازاي هتعمل لي جراج في منطقه مزدحمه زي المنطقه دي؟ يعني انا جارك، الدنيا كده واقفه،
لما هتيجي حضرتك تبدا تحفر لي الجراج ازاي؟ انت بتحفره جوه النادي. جوه النادي بس انت بتاثر على بره النادي. معلش بالتاكيد في تاثير على بره النادي. النادي الاهلي يفكر في دي، وبرضه لانه المكان ضيق جدا ما ينفعش. لا هناك طرق. اصل النادي الاهلي حاجه واحنا حاجه. احنا في منطقه انت محتاج يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي باي هوك اند كروك لازم تعمل ده، لان المنطقه خلاص. انا مش مختلف طبعا، انت محتاج بس ازاي؟ ما هو السؤال ازاي ما عندكش مشاكل، عندك ارض وعندك طرق هندسيه تنزل من تحت وتحفر، عندك ممر لابوار تحوش المحلات تشتغل يمين وشمال والممر داخل وتحفر انت في الممر وتعطله الفتره لحد ما تعمل البتاع. لا حضرتك الهندسه تحل اي يعني باعتبارك مهندس شايف ان ده من الممكن كل حاجه ما عندهاش مشكله. واخد بال حضرتك؟ صعب ولا مستحيل ولا ممكن؟ لا ممكن جدا. ممكن. احنا حضرتك احنا خدنا في مناقشات اثناء المجلس اللي فات مع وزاره الداخليه نفسها. نعم. خدنا الوزاره ادتك موافقه مبدئيه؟ كانت خدنا موافقه مبدئيه. خدتوا موافقه مبدئيه؟ حضرنا اجتماعات كتير وخدنا موافقه مبدئيه وكنا بنروح نقعد معاهم. وكان فاضل لنا محافظه الجيزه. حضرتك الجراج ده ميكانيكال. يعني حضرتك حسيب العربيه هو بينزل بالاسانسير وبيتحرك. ورانا الاستاذ محمد المنشاوي بس ما تقولهاش عشان هو ورانا وسقط. لا مش هنعمله ميكانيكال يا دكتور، نعمله عادي. فده عندك موافقه مبدئيه من وزاره الداخليه. ايوه المحافظه اهم. المحافظه لسه بنتكلم معاها. بس هم كانوا بيزقونا لانها تحل لهم مشاكل المرور. هم اللي كانوا بيزقونا طبعا، وكانوا بيدفعونا وبيشجعونا. واخد بال حضرتك؟ ضيف بقى بعد كده عندنا المشاكل الجديده بقى. يعني ايه نجيب فلوس ازاي؟ في الحقيقه ابتدى في المجلس ده لان الشخص الفاضل انتوا كلكم رايحين لطارق جبريل. لا سيبك من بس مش بتكلم. لا مش على طارق جبريل. اتفضل. الشخص الفاضل اللي مش هقول اسمه اللي هو يملك احد المحلات في سور النادي. ومقتنع تماما ان النادي له حق عليه. ورغم انه كسب القضيه والكلام ده بيقود عمليه تفاهم على 20 محل. هذا الشخص الفاضل بلاش علشان انا مش هقدر اقول اسمه عشان الكلام ده هو الكلام ده كان قايله لنا على اعتبار انا لما جه المجلس المعين فحد وصل له فابتدى الحوار مع الدكتور كمال ومجلسه. ده بيقود المعمليه. حلو، لان انا كنت هتكلم على ازمه اسوار. طب اسمح لي اروح لفاصل وزي النهارده وارجع تاني لانه الكلام مهم جدا. ازمه سور نادي الزمالك، السور ده يخلي نادي الزمالك يا دكتور انتوا تصرفوا على الكره المصريه تقريبا 4000 سنه قدام، ومع ذلك نادي الزمالك اكثر نادي يشتكي من المشاكل الماليه والماديه. بعد الفاصل وزي النهارده نرجع تاني لهذا الحوار الهام جدا لمصر كلها، لان ده نادي الزمالك والاعضاء الجمعيه العموميه عشان يسمعوا مرشح للرئاسه ومرشح لنائب الرئيس بيقولوا خطتهم، بيقولوا برنامجهم، بيقولوا املهم، بيقولوا تطلعاتهم لمستقبل نادي الزمالك. يعني احنا عندنا احتفاليه بالنادي الاهلي امبارح والفوز واعلى القاب، ومع ذلك النهارده نادي الزمالك هو ضيفنا اللي منورنا يعني لانكم تستحقوا يعني. سور نادي الزمالك ممكن يخليكم اغنى نادي في العالم، لا تحتاجوا دعم وزاره ولا تحتاجوا دعم مؤسسه ولا تحتاجوا دعم هيئه، ومع ذلك مش عارفين تعملوا حاجه. السور ضايع تقريبا منكم، وكل مره تقولوا هنجيب فلوس. طب هنجيب فلوس منين اذا كان اهم اسد عندك، اهم اصل عندك مش موجود؟ احنا من هنا يا كابتن بنقترح نقترح وقلناها في الجماعه ما بتسجل على حضرتك دلوقتي. طبعا بنقترح ان احنا هنعمل اداره مستقله لاداره اصول النادي تمهيدا لانشاء شركه فيما بعد ان احنا ندير اصول النادي. اصول النادي متمثله في الارض. كلكم بتجمعوا، انتوا عندكم راجل محترم قوي امين صندوق اسمه طارق جبريل. طبعا والناس بتوع استثمار. وانا اعتقد انه تقريبا هو اللي حاسب تقريبا، يعني حسب كلامي كل احترام للدكتور حازم ياسين، لكن شعوري كده يعني انا مش عايز اتدخل في الانتخابات. اتفضل يا فندم. انما احنا بنتكلم ان الاداره بتاعت الاصول دي معانا مجموعه كبيره جدا برضه في او يعني سواء كانوا من مرشحين اللي معانا او المساعدين او مساندين. كان مهمه جدا. نعم. نعمل لجنه لتنميه الموارد جامده قوي في النادي. انما اللي بنقصده ان احنا نعمل اداره لاصول نادي الزمالك. اصول نادي الزمالك كبيره جدا. الاصول اللي هي البوتيكات، المحلات اللي جوه النادي، الارض بتاعت نادي الزمالك دي احنا بنمتلكها على فكره. كويس. يعني في نوادي كتير ما تمتلكش الارض بتاعتها. لا ده الحقيقه كان دور مهم الاستاذ ممدوح عباس المجلس بتاعه عشان انا ما بحبش الرئيس بس نمتلكها. وبالتالي ممكن نعمل لما ندخل مشروعات بندخل بقيمه الارض ملكك. والملكيه
ممكن تصل ل 4 مليار جنيه، ده رقم ما حدش يعرفه يعني. فبالتالي انا ممكن اعمل شركات، وممكن انشئ اداره، ممكن اقترض بقيمه الارض، وممكن نعمل حاجات كتيره جدا بيها، وبالتالي هنعظم الايرادات اللي هيعود بالنفع منها على اعضاء نادي الزمالك الجمعيه العموميه. عندنا عدد من البوتيكات حاليا احنا فاضيين او كسبناها وموجودين معانا دلوقتي. الزمن اللي هو موجود عشان نطرحها للبيع او لحق انتفاع، طبعا الظروف الاقتصاديه ما هياش مواتيه، انما ده في خلال الفتره القادمه بعتقد ان هيكون في استقرار في الدوله، نتمنى ذلك. هنطرح هذه البوتيكات لحق الانتفاع، هتجيب ايرادات ضخمه، في مخطط لصرف هذه الايرادات، جزء النشاط رياضي وجزء الاعضاء النادي. ده المجلس بتاعنا ان شاء الله اذا انتخب، ده عهد علينا. احنا مش هنصرف كل الفلوس اللي هتيجي على كرة القدم، لا، جزء كرة القدم طبعا بنؤكدها، جزء كرة القدم، جزء الالعاب الشهيدة اللي احنا مسمينها، وجزء طبعا جزء للنشاط الاجتماعي لاعضاء نادي الزمالك، زي ما بنقول السباحة والتايكوندو والجودو، كل الالعاب بقى، كل الالعاب الاخرى، والحدائق والترابيزات، صراع هبوط، والحدائق والكراسي والترابيزات وحدائق الاطفال والحضانات، كل ده. فده ده البرنامج ان احنا جزء منه الحاجات دي. الجزء الاخر برضو نعمله عشان تنميه الموارد، عندنا اداره للتعاقدات تبقى محترفه، التعاقدات مع لعيبه كره القدم، واللي بيشتكونا ويروحوا يقدموا مش عارف ايه يدفعونا غرامات. العقود لما تتكتب بطريقه سليمه يبقى لازم يكون عندي ناس متخصصه في كتابه العقود بتاعت لعيبه كره القدم، بالذات الاجانب. عندنا ناس متخصصين في التعامل مع الفيفا وازاي الرد عليها ومتابعه القضايا اللي بقى لها فتره طويله جدا مصرية. فبالتالي لابد ان احنا ندير هذه الموضوع باداره محترفه، مش مجرد ان احنا عندنا يعني ده من ضمن التوجهات بتاعتنا. طيب انتم متهمين ان حضرتك كنت عضو مجلس اداره سابق ثم نائب للرئيس، ان انتوا اللي اضعتوا البوتيكات اللي في سور نادي الزمالك. هقول لحضرتك، انا ما كنتش يعني الوقت اللي استعادت فيه البوتيكات ولا كنت مستقيل كعادتك في الوقت ده؟ كنت مستقيل كعادتي، هي الاستقاله الوحيده. استقاله ولا 3 حضرتك؟ استقاله. ممكن تشرح لي موضوع الاستقالات لو سمحت؟ لانه برضه الاعضاء يقول لك انا هنتخب رئيس، مع اول ازمه ممكن يقدم استقالته ويمشي، طب عملت ايه؟ هي بص حضرتك، الحمد لله ان ده الاتهام الموجه ليا، لا اتهمت ان انا حرامي ولا حد. الحمد لله، الحمد لله، لا في ذمتك ولا في شرفك، محدش يقدر يتكلم، الحمد لله، ولا حتى بسوء اداره يعني، انما اتهمت ان انا بستقيل. المسؤوليه برضه ده اتهام مش قليل. تمام. هقول لحضرتك، لما تصل اولا، انا برى ان بعض الاحيان لما تصل الى وضع مسدود وتقول ان انت مش قادر تعبر عن اللي جواك، وهناك اخطاء ماليه واداريه ضخمه، فمن الشجاعه والاحترام للراجل اللي انتخبك ان انت تقول له انا ماشي، لان ودي الاسباب. فلما تبقى هل شرحت الاسباب وانت ماشي؟ طبعا انا قلت عملت استقاله مسببه، ما بقول لحضرتك ده في 98، ودي الاستقاله الوحيده اللي يعتد بيها. لان احيانا المواجهه والخناقات في نادي زي الزمالك له جماهيريه وشعبيه بتاثر سلبي على الكوره، وانا بحب نادي الزمالك. طبعا. فانا اثرت الانسحاب وقدمت استقاله مسببه في اعتقادي ان لو كان في وزير، كان ساعتها الدكتور عبد المنعم عماره ساب الوزاره وتدار الرياضه من مكتب الدكتور الجنزوري وطلعت حماد مستشار طلعت، فكان في خلل. انا اعتقادي لو كان في وزير كان ممكن يتحل مجلس اداره يتحل فيها بالاستقاله دي المسببه، بالاسباب اللي بقول لحضرتك في حاجات راحت النيابه. اذا انت لم تستقل سوى مره واحده، عكس ما يشاء ان تستقلت 3 مرات. الثانيه كانت اتفاق مع المهندس حسن صقر. لو انت هتحل، انا تعينت لما تيجي يا باشمهندس كنت معايا، لم تكن منتخبا. لما تيجي تحل المجلس تقول لي انا وزمايلي عشان نستقيل، ما تحللناش المجلس. فهو لما كسب مرتضى منصور القضيه وراجع قال لي انا هحل. قلت له امتى؟ بكره. طب خلاص، عملنا اجتماع، قدمنا استقاله وخدنا قرارات هامه اللي جايه بعدين. مش قدمنا. مين يا فندم؟ 8. انا وجمال احمد، مع احترام الالقاب، اسامه المليجي ورمح سالم وجاد عبد الرؤوف وخالد فتحي، كنا كويس. قدمنا استقاله، مش كنا معينين كلنا. اخر مره انا اعتذرت عن اكمال المده، وصل الخلاف بيني وبين الاستاذ ممدوح عباس اللي بيأيدك بشده دلوقتي. هو ما ده بقى ده حاجه جميله. انا حاجه جميله طبعا. راجل خلاف وصل محتدم بينك وبينه. لما يوصل واحد، وصلنا الى هذا الخلاف وكنا ما بنكلمش بعض لفتره طويله، رغم ان انا ما احبش انها تنقلب، ثم يختارنا انا من ال3 المطروحين. ليس حبا في عمرو، لكنها كرها في معويه. لا، ما هو مش شرط يبقى. اذا هو الراجل راى ان انا افضل واحد في ال3 دول. احلى حاجه ان يجي لك تأييد من واحد انت على خلاف معاه، لان ده بيبقى تقدير، لان يعني هو عارف ان انت راجل كويس وتقدر تقوم بالمهم. فارجع اقول شايف تأييد ممدوح عباس ليك شيء ايجابي؟
اي تأييد اي حد في الجمعيه العموميه يأيدني فيها شيء ايجابي. في ناس بتحاول تنتقص منها وتشير الى ان انا متفق مع ممدوح. طبعا راجل اجتهد، قد يكون اخطا قد يكون اصاب، لكنه بالتاكيد رجل. انا مختلف معاه تماما في طريقته في اداره النادي تماما. وعبرت عن ده باني سبت منصب النائب، وان انا لان الخلافات برجع اقولها لحضرتك انا شخص لن ارضى بان اكون لكنك لم تستقل. انت اعتذرت عن اعتذرت عن استكمال المده اللي كان المفروض المجلس معين فيها. واخد بال حضرتك؟ فده اللي حصل. اللي انا عايز اقوله بقى بالنسبه للبوتيكات، انا حضرتك الاستقاله دي كانت في 98. ابتدى بعد كده كان الدكتور كمال رئيس لدورتين، ثم جه بعديه الاستاذ مرتضى منصور. في الفتره دي ابتدت البوتيكات والمحلات مفروض ترجع طبقا لحقوق الانتفاع اللي كملت 25 و30 سنه والكلام. اهمال شديد في التقاضي. اهمال شديد. يعني الناس بتروح في قدام الخبراء والكلام ده، ما حدش بيروح يمثل. ما فيش محامين سماع. فابتدت شركات محلات وبتاع تكسب قضايا. اعتقد يعني انا مش متاكد، لكن حاجه و30 محل كسبوا قضايا 43. جه المجلس المعين بتاع الاستاذ ممدوح عباس مع اختلافي في طريقته في الاداره، لكن احنا موضوعيين ندي للحق. والراجل المحترم ده الدكتور يحيى حلمي والدكتور محمد ابو علم وهو مش معانا قاموا بدور كبير جدا في اعاده التفكير في هذا الموضوع. وابتدينا احنا لما جينا مجلس اداره نجني هذه الثمار. اول حاجه اللي كان البنك التجاري الدولي اتفاق على 12 محل بيدفع 100 جنيه في الشهر على المحل الواحد في جامعه الدول العربيه. دفع 1,250,000 على المحل مقابل تعاقد. بس اختار ان عمرو الجناني كان ليه دور كبير. طب لو عمرو الجناني ليه دور اللي جاي هقول لحضرتك. اتفضل. ده كان البايلوت بروجكت اللي بيسموه. وارتفع الايجار من 100 جنيه ل 10,000 جنيه في الشهر. قليل برضه. ماشي ب 10% سنويا. ما انت لازم بتعمل حاجه عشان تعمل. وصلنا بعد كده مع البنك الاهلي ل 25,000 جنيه. وفين في موقع اقل قيمه. واخد بال حضرتك؟ بزياده تراكميه 10%. فاذا هو ده الطريقه اللي بتستعيد بيها لما جت ناس جاده ابتدت تستعيد المحلات. واخد بال حضرتك؟ وحقوقها فيها. احنا عازمين على ان نكمل هذا بكل قوه، لكن في ناس هنروح لاتفاق قانوني ونحطه في الاطار القانوني المحترم ونشرك ناس من بره مجلس الاداره. احنا ناس محترمين والناس عارفه عننا الامانه وتثق فينا، لكن لازم نشرك خبراء من خارج مجلس الاداره في الاتفاقات اللي هتحصل لاستعاده حقوق النادي في واضح انك مذاكر يعني. طيب خليني اسالك يا دكتور يحيى عن اللجان. حضرتك قلت في وسط الكلام كده اللجان. انا بجري عشان الوقت. هل هتفعلوا بقى دور اللجان؟ هل هتعملوا لجان جديده؟ يعني كان عندي بعضا من المرشحين لانتخابات النادي الاهلي وسالتهم قلت لهم انا عايز افكار جديده، عايز لجنه فنيه، عايز الولاد اللي عندهم المواهب. يعني انا بيعجبني قوي المهندس خالد عبد العزيز لما يعمل مسابقه ابداع وتطلع موهبه رسم وموهبه شعر، موهبه غنى، موهبه نحت، موهبه كتابه. يعني في مليون موهبه كمان. ده اللي انا بقوله. لكنه في مواهب كثيره جدا. لما يبقى نادي قوامه اكتر من 100,000 عضو، ليه ما فيش عندك ذوي الاحتياجات الخاصه او المعاقين؟ محتاجين كمان يكون لهم لجنه، وده امر في غايه الاهميه انه يبقوا متواجدين. لكن الشباب عندنا اللي مليان ابتكارات واختراعات. فين الناس دي من الانديه؟ ولو طلعنا ده من الانديه يا دكتور هتفرض وجودها. لما النادي الزمالك يكون سباق والنادي الاهلي يكون سباق، هتلاقي الانديه الصغيره بتعمل ده، تلاقي في نجاحات كبيره جدا. والله يا كابتن يمكن ده احد الاهداف اللي احنا بنقولها. واحنا فعلا عندنا عدد من اعضاء نادي الزمالك ولجنه المراه لحسن ولجنه المراه طبعا مشكله وحاجه مهمه طبعا والاطفال والحاجات دي. في عندنا عدد من اعضاء هيئه التدريس ورجال الاكاديميين عاليين جدا. واقترحوا علينا ان احنا نعمل حاجات في مجالات تقنيه عاليه وحاجات بسيطه جدا. يعني الرسم للاطفال الصغيرين ومسابقات بجوائز رمزيه للاطفال 10 سنين و15 و20 والنحت والحاجات دي. وناس قالوا لنا ممكن نعمل مسابقات في مجال الروبوتكس ايفن، يعني حتى نعمل حاجات في مجال طلبه الهندسه والحاسبات والحاجات دي. عايزين يبدعوا في هذا الكلام. فعايزين وعندنا اساتذه. عندنا رئيس اكاديميه البحث العلمي السابق عضو في النادي. وعندنا اللجان اللي كانت ماسكه براءات الاختراعات اعضاء في نادي الزمالك. ناس كبار جدا قالوا لنا احنا عايزين يعملوا هذه اللجان في النادي من خلال الجولات الانتخابيه بتاعتنا. واحنا اقترحنا ده على الاعضاء كل ما بنمشي نقول لهم. وطبعا المعاقين دول لهم اولويه اولى. لان بس ما شفتش ولا نادي فيه لجنه للمعاقين. يعني انا اولياء الامور بيكلموني عشان ولادهم بيلعبوا سباحه. نادي اكتوبر الحقيقه ونادي كمان في مصر. نادي الزمالك فيه يا فندم وكان بتشرف عليه السيده الفاضله روكسان حلمي. تمام. بس ما شفتش مسابقات.
شفتش ناس، وده مهم جدا. لو 1% عندك من اعضاء النادي، لو عندك 50 ولد بس او 50 بنت بس، حقهم يتعمل لهم العاب كمان يا دكتور، لعبه للمعاق، يخش من بوابه النادي، يخش لو تقدر تدخله بالعربيه لحد جوه، الكراسي المتحركه تكون على بوابه النادي، ده مهم جدا يا دكتور يحيى. طبعا، ما احنا الحقيقه ده من ضمن الاهداف اللي احنا عاملينها في البرنامج بتاعنا. يمكن حضرتك يعني سبقتنا في هذا الموضوع، ان من اللي احنا عايزين نقوله، انما ده احد الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. المعاقين والاطفال وكبار السن والندوات والدينيه والثقافيه، وعندنا حاجات يعني افكار كتيره جدا موجوده ومطروحه. يعني يبقى عندك لجنه دينيه، لجنه مرأة، لجنه فنيه طبعا، لجنه للمعاقين طبعا، لجنه للابتكارات وبراءات الاختراع والمناقشات الفنيه والثقافيه، جميل، اللي هو الرسم والتمثيل والغنى والكورال لجنه فنيه. عندنا اولاد حضرتك لو شفتهم وبنات رائعين، مواهب رهيبه في الفن، جدا، مواهب فعلا رهيبه. واحنا وعدناهم هنوديهم الاوبرا وسليم سحاب، يعني متفقين ان احنا هنديله مجموعه معينه، او يبعت حد يقودهم تدريبات في النادي، وبعدين ممكن يروحوا الاوبرا او تدريبات في اماكن معينه، ونأجر بعض المسارح اللي موجوده. اشهدوا اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك الكلام ده بيقولوا، والراجل مرشح نائب رئيس. انا بس عايز اكمل حضرتك حاجه. احنا بمناسبه البوتيكات دي، الجزء اللي تحت المدرجات ده لما جينا احنا كمجلس معين كان فاضي خالص. ده كان موجود مخازن شركات ادويه. طبعا هي فضت، عملناها، كنا بنأجر في الشهر ب 20,000، واخد بال حضرتك؟ فطبعا ده جزء من تنميه الموارد. ده جديد مالوش علاقه بالايجارات القديمه. فاللي بقوله ان احنا عندنا خبره في هذا الموضوع، وخبره في التفاوض، وخبره في الوصول جميل. الى اعلى ايرادات لصالح نادي الزمالك. طيب انت عايز تضيف حاجه؟ عايز اضيف في اللجان. انا عايز اكلمك على فرقه الكوره شويه، باقي الالعاب يعني هنتكلم. بس اضيف في اللجان، انت حضرتك ما تطرقتش للجان الاخرى، لجنه هندسيه، لجنه حدائق، لجنه مطاعم، لان المجلس اللي بيعتقد انه يملك هو الفكر لوحده وما يستعينش بالناس. انا لسه اسمع الجمله دي، انه مش هتقدر انت كمجلس اداره طالع نازل طالع للمجلس. واضيف كمان ان حضرتك من خلال اللجان، وبالذات بالنسبه للشباب، انت بتعمل كوادر. اذا كنا احنا مجلس صالح، فهنختار بالتجربه والخطا الناس الصالحه، تمام، علشان المكان يبقى انت بتعد كوادر للمستقبل في نادي الزمالك. وده احنا عازمين عليه، وبنطلب من الجماعه لو اذا قدر لنا ونجحنا ان تحاسبنا عليه. واخد بالك؟ وانت داخل الانتخابات ولا استبعدتش؟ كان في قضيه ضدك باين؟ ما مش عارف. انا الناس تقول لك انا عايزه راس براس، وبعدين يزق حد تاني عشان ينزل، وبعدين يرفع عليا قضيه. القضيه قضيه فاشله ايا كان. لا ما مش مهم القضيه، عشان بس الناس كتير ما تعرفش القضيه. ما فيش يعني ما فيش قضيه. هي اتحولت للمفوضين واستبعد الشق المستعجل. خلاص تمام. لكن احنا عندنا الدفاع عنها مش هي. طيب خليني اسالك بقى عن فرقه الكوره، لانه برضو مهم. صحيح انه طبعا اخيرا اصبح عضو الزمالك الان يفصل ما بين فريق الكوره وما بين النادي، وده جميل انه يتعمل بعد فتره طويله جدا من العناء. يعني اولا ميدو، رايك في تجربه ميدو ايه؟ تجربه ميدو كانت مخاطره ومغامره، لكن له كل الدعم. له كل الدعم طبعا. يعني في حاله نجاحكم ميدو مستمر طبعا مستمر. ده عنوان عريض. طمنا عليه انه معاه احمد عبد الحليم وعبد الرحيم. نعم. برضه ناس محترمه. الثلاثه دول بيعشقوا نادي الزمالك. صحيح. وانا متاكد انه مش هيحصل بينهم خلافات. لا ما حصلش خلافات. لان هم ميدو عنده من الذكاء ما يكفي الاثنين التانيين بيعشقوا نادي الزمالك. نعم. فتجربه تستحق الدعم. هندعمها بكل الطرق. ما فيش حساب الا في نهايه الموسم. ما فيش حساب الا حلو. كلام كويس مهما حصل. طيب ادي فرقه الكوره، هتدعموا؟ هتعرفوا تجيبوا لعيبه؟ هنجيب لعيبه بس مش بالطريقه التقليديه. احنا لن نسعى للارقام العاليه دي. هنروح بارقام معقوله. هنحاول. عندنا خطط. احنا مدربين نادي الزمالك حضرتك في مصر كلها. ده صحيح. طب لما نجمع مدربين نادي الزمالك في النادي ان شاء الله كل شهر على فنجان شاي او على عشاء خفيف، مدربين نادي الزمالك المنتشرين مش هيقولوا لنا على لعيبه هنا وهنا. لا وقطاعات الناشئين اللي عندك، قطاعات الناشئين شغاله كويس. محمود سعد كان شغال كويس. نعم صحيح. حتى لو كان حصل تجديد او غيره وارد. واخد بال حضرتك؟ لكن عايز دعم، عايز ملاعب. واخد بالك؟ ما تزعلش انه فرق الناشئين بتاعت الزمالك بتروح تمرن بره الزمالك في ملاعب مش عارف ايه وجامعه؟ طبعا بزعل. طبعا بزعل. طبعا حاجه تزعل. طبعا. عندك فرصه انه تخلص الملاعب اللي بيتم انشائها دلوقتي، بحيث ان انا هقول لحضرتك بمنتهى الامانه. على حسب هي وصلت لحد فين وما صرف عليها. اذا كان ما صرف عليها جزء صغير، انا بقترح، بس انا ما اتفقتش مع الاخوه الزملاء ان احنا نبتديها في 6 اكتوبر، لان كان ده الحل الامثل. لا بس الملاعب قربت. ده الملاعب على لو قربت يبقى هنكملها على الترتان. لو قربت هنكملها. انا مش متابع. لكن عايز 6 اكتوبر يبقى كله ملاعب.
يبقى كتير ملاعب فيه لحد ما نبتدي الانشاءات كلها. ملاعب ونادي اجتماعي. 6 اكتوبر من المشروعات ده السؤال الاخير 6 اكتوبر. طيب. يعني السؤال الاخير 6 اكتوبر، بس عايز اسالك عن باقي الالعاب لانه ده موضوع مهم جدا. احنا حضرتك مهتمين جدا بالناشئين. لانه انا وجعني قوي كراجل محب للرياضه ومحب طبعا لنادي الزمالك، رغم ان انا رجل اهلاوي عنيف، لكنه فريق كره السله في نادي الزمالك النهارده في صراع من اجل عدم الهبوط. فريق كره الطايره ابتعد عن المركز الاول وابتعد عن المنافسه. فريق كره اليد نفسه 3 لعبات كانوا تقال قوي في نادي الزمالك. احنا النهارده الصبح كنا قاعدين مع مجموعه من كره اليد وكره السله الى اخره، وانا شايف ان هم عندهم عدد من الناشئين اللي هم واعدين جدا. وانا اعتقد ان احنا لو بدانا الاهتمام بالناشئين ونبتدي نبني الفرق دي بدايه من الناشئين وهنعلى بيها، انا بعتقد في خلال سنه او سنتين الزمالك هيعود الى المنافسه وهنحصد البطولات مره اخرى. سله ويد وطايره وسباحه وغطس، الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لنا. بس انا بعتقد ان السله والطايره واليد عندنا مجموعه من النهارده كنا قاعدين معاهم الصبح، قالوا لا ده في مجموعه من الناشئين صاعدين وواعدين جدا. اذا الناس صبرت على السله والطايره واليد هنستطيع من خلال الناشئين دول ان احنا نصعد بيهم ونكون الفرقه، بس ياخدوا دعم مادي قليل، مش يعني بالمبالغ دي، ورعايه واهتمام من الاداره. بعتقد ان نادي الزمالك هيعود للبطولات في اليد والسله والطايره كما تناقشنا معهم وفي الفترات الاخيره، وبعتقد ان ده هيكون احد العوامل اللي احنا الالعاب الشهيده لازم تاخد حقها. تنس الطاوله، ده تنس الطاوله طبعا احنا طبعا كل ده طيب. موجود طبعا، وبدون شك ان احنا الموارد الماديه اللي هتجي لنا او المخطط ليها انها هتجي لنا زي ما قلنا هو جزء كوره، جزء العاب شهيده، جزء النادي. طيب. انها مش كله هيروح كره القدم. بمناسبه كره السله، فريق سبورتنج فاز ببطوله كره السله الكاس بعد ما فاز على الاهلي بفارق 3 نقاط. وسبورتنج عنده انتخابات ايضا ساخنه غدا، اهم 2 متنافسين على الرئاسه من الذاكره والله، الكابتن علاء زهران والاستاذ عبد الحميد بدوي، في كمان من الشباب الواعدين احمد كرم كردي. بنتمنى للجميع التوفيق، واسف ان معيش بقيه القائمه بالكامل. خليني ارجع بقى اسال حضرتك على 6 اكتوبر. كل ناس مرشحه لمجلس اداره في الاهلي والزمالك يقول لك 6 اكتوبر 6 اكتوبر 6 اكتوبر، وتمر ال4 سنين دون اي عمل في 6 اكتوبر. هتعمل ايه لاعضاء نادي الزمالك؟ احنا دي احد الخلافات اللي حصلت في مجلس الاداره حوالين 6 اكتوبر. احنا خدنا قرارات ان احنا هنمشي فيها ازاي، وكنا خدنا خطوات، لكن اختلفنا فوقفت. نعم. الطريق بالنسبه ل 6 اكتوبر طريق سهل جدا. احنا مش هنخترع حضرتك. في راجل فاضل اسمه حسين صبور، مهندس حسين صبور. الراجل مهندس حسين صبور ده ازاي بنى صيد القطاميه؟ نعم. ما كانش معاه فلوس. بناها ازاي؟ مولها من اشتراكات الاعضاء. بس الاهلي حاول يعمل ده في 6 اكتوبر وما نجحش، الظروف الاقتصاديه ما سمحتلوش. ممكن يكون تمشي ابطا نظرا للظروف الاقتصاديه، لكن هتقدر تشتغل. لكن ممكن تمشي ابطا، لان انت الاهلي على ما اعتقد ان هو طلب القيمه كامله في الوقت اللي احنا نبتدي بارقام قليله. اصل انت وانت بتعمل الرسم لازم تبقى الارقام قليله ومغريه للناس انها تلحق العضويه في نادي الزمالك. 6 اكتوبر عمل كده، وبعد كده تلحق تزودها شويه لما يبتدي في شكل وستراكشر، وتسهل على الناس انها تدفع. صبور لما ابتدى مع احترام لقبه طبعا القطاميه كان عامل العضويه ب 15,000 جنيه على 3 سنين، وبعدين رفعها ل 30، وبعدين رفعها ل 45. واخد بال حضرتك؟ وانا قعدت معاه في الحقيقه الاستفاده بخبراته، ولقيت الدنيا مش صعبه، الدنيا سهله. فعندنا الطريق واضح ومحدد وهنبتدي فيه ان شاء الله وبسرعه بتاعت اعضاء الجمعيه، لانه ده مش محتاج. هل هتنقل الكره فعلا هناك وتحاول تعمل جناين ومطاعم وتفرغ ده؟ ده محتاج تمويل، لان ده خارج عن التمويل بتاع الاعضاء اللي انت هتجيب اشتراكاتهم ده. لكن بمجرد ما هيبقى عندنا التمويل ونقدر نحصل عليه هنعمل ده. عندنا خطط لاننا نجيب اتوبيسات للنادي تنقل الناشئين وتوديهم وتجيبهم باتوبيس نادي الزمالك احسن وارخص بكتير على المدى الطويل من انك تأجر. عندنا هذا الفكر. هل انتم قريبين من حسم مش عايز اقول معركه، انا بس عايز اكمل على المهندس رؤوف. احنا بنفكر ايضا في سبونسرز، يعني نجيب راعي. المبنى الاداري اللي داخل النادي اللي هو واقف بقاله فتره ده واتهد، واحنا بنحاول ان هو يتبني بقالنا سنين فيه ومتعثرين بقالنا 5 سنوات.
الحقيقه المبنى الاداري ده يعني يا اما نستكمله لو قدرنا نحصل على موارد من البوتيكات والحاجات دي والحاله الاقتصاديه مشت في البلد، يا اما ان احنا هنجيب سبونسر. ونفس الشيء في ارض 6 اكتوبر في ناس مستعده هي تعمل لنا يعني نوع من المباني في مقابل اشتراكات. انا وقتي تقريبا خلص. حد لحضرتك الكاميرا 30 ثانيه تخاطب الجمعيه العموميه. انا بدعو اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك جميعهم للحضور غدا لاختيار الافضل، اختيار اللي عندهم خبره، اختيار اللي عندهم درايه بكيفيه اداره شؤون النادي، تمام، وتنميه الموارد بتاعه النادي والخروج من العثرات الماديه والاجتماعيه والرياضيه لنادي الزمالك. نعدهم بالافضل ونثق فيهم ان شاء الله، بنثق في ربنا اولا واخيرا، ونثق في انفسنا واعضاء الجمعيه العموميه ان هم يختاروا الاصلح غدا ان شاء الله. باشمهندس رؤوف، كلمتك لاعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. اقول لاعضاء الجمعيه العموميه حال النادي وصل الى مفترق صعب جدا. يجب ان احنا نراعي ضميرنا، نراعي عقولنا قبل ما نراعي عواطفنا. لما نختار الناس لازم نختار بعقل وضمير. اختياركم ده متوقف عليه النادي هيقوم من عثرته ولا هيستمر في المنحدر اللي هو ماشي فيه. اختاروا من فضلكم قائمة واحدة. انتم في انتخابات 2009 كنتم على قدر المسؤولية وقدمتوا نموذج غاية في الاحترام، قاد بعد كده أندية كثيرة إلى اختيار القائمة الواحدة. بطلبكم وبولحها عليكم أن تختاروا قائمة واحدة. اللي مش مقتنع بينا يختار الآخرين، يختار قائمة واحدة علشان اللي يجي ما يبقاش عنده حجة. وربنا يوفقكم لاختيار الأصلح. وإحنا بنقدم نفسنا باحترام وبدون المساس بالآخرين، بنعرف ندافع عن نفسنا، إحنا أقوياء مع أدب. واخد بال حضرتك؟ عايزين نحسن صورة نادي الزمالك. شكل نادي الزمالك قدام الإعلام وقدام الناس أصبح لا يتناسب مع جماهيريته الكبيرة واسمه الكبير المنتشر من المحيط للخليج زي ما بيقولوا. فإحنا عايزين نعيد ده، ونعتقد إن إحنا قادرين على ده. نرجو ان انتم تساعدونا او تختاروا من هو يصلح لهذا. اشكرك شكرا جزيلا مهندس رؤوف جاسر المرشح لرئاسه نادي الزمالك. شكرا لحضرتك. شكرا. دكتور يحيى مصطفى كمال حلمي المرشح نائبا للرئيس، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. هنروح لفاصل. بعد الفاصل وجه جديد هام جدا هو كريم انور مرشح لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك تحت السن.